ايه ده؟ جامدة قوي الحاجات دي. الله. تعال نجرب. الاختراع ده اسمه سبايروجراف، وكان في حاجات شبه كده عندنا واحنا صغيرين، بس هم كانوا دايرتين جوه بعض كده وخلاص. انما ده بقى ليفل الوحش، كمية قطع بتتركب على بعض كده علشان تطلع في الاخر اشكال مهولة. والسات دي جاي معاها كمان ديزاين جايد هنا، المفروض ان في اشكال كتير وتقول لك تعمل ايه ازاي. مثلا الله 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 الله، ودول تقريبا عشان تعمل عليهم التصميمات بتاعتك، وورق تاني زياده فاضي، بس انا هستخدم ورق عادي عندي عشان مستحرم اخلص دول. الموضوع شكله معقد قوي. تعال نجرب حاجه سهله كده. فانا ممكن اجيب القطعه دي واحط جواها القطعه دي مثلا، واختار اللون الازرق، والتروس بتعشق في بعضها كده، واحط القلم في فتحه من الفتحات، وافضل الف 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 الف. المهم دايما تبقى بتزق الجزء اللي جوه ده ناحيه بره عشان ما يحصلش اي حاجه تعك منك كده، وساعتها بيبقى شكلها يعني وحش ويعني تضايقك كده قوي مثلا. اما الخطوط لما بتقفل مع بعضها في الاخر كده بيبقى احساس مشبع وجميل جدا الصراحه. وممكن لما تدخل الالوان مع بعض كده تعمل اشكال مبهره جدا. وطبعا مع المستويات المعقده اكتر اكيد الموضوع هيبقى مبهر اكتر، بس لسه عايز اتعلمها. فهي خطيره بصراحه، سواء للفنان اللي جواك او لو عندك طفل في البيت وعايز تنمي الحس الفني اللي عنده. السات دي اسمها سوبر سبايروجراف ديزاين سات عشان لو عايز تدور عليها. فقول لي رايك فيها، وما تنساش تتابعني الفيديوهات اكتر عن الاختراعات القويه والممتعه اللي زي دي.